السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم المسس كريمه الكريفي. اليوم ان شاء الله كيف كتلاحظوا معايا غنصايب معكم هاد الحلوه اللي كتجي اكثر من رائعه وسهله بسيطه بزاف، ما فيهاش المقادير اللي كثيره وما فيهاش الخدمه اللي معقده اللي كان وما فيهاش شي خدمه كيف ما ذكرت معكم اللي غادي يعني تشد لنا الوقت بزاف. دغيا كتوجد والمذاق ديالها كيجي خطير بزاف والهشه كتجي هشيشه بزاف بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي كيف ما ذكرت سهله بزاف، والمقادير اللي قليله وكتعطينا هاد الكميه ما شاء الله. نتلاقاو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. انا على بركه الله نبداو بالمقادير. عندي 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون في حراره المطبخ، عندي جوج بيضات، بيضه كامله واصفر بيضه، عندي قشر ديال الحامض على حساب الذوق، الا بغيتو ديروا غير الفاني كديروا الفاني، عندي شاسي ديال الفاني، وعندي واحد 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، عندي كاس ديال السكر، من الاحسن يكون السكر ثقيل، عندي كاس ونص ديال المايزينا، والدقيق عندي حسب الخليط. ندوزو للطريقه. هنايا غادي ندير السكر ديالي على الزبده، ضروري كديروا السكر في الاول وكنديروا البيض، كنديروا الشاسي ديال كنديروا عفوا القشر ديال الحامض، وكنديروا هذا الشاسي ديال الفاني، وإلا كان سائل كيكون من الاحسن كيعطينا النكهه كتجي قويه. بسم الله على بركه الله. صافي ضروري كنجمعوا الخليط ديالنا بحال هكا، والطراب الكهربائي كيعطينا هاد يعني هاد الخليط اللي كيجي كيف كتلاحظوا كيجي مساجم. هنايا غادي نزيد المايزينا ولا النشا، ضروري كنزيدوا هاد الكاس كامل. هنايا عندي كاس ونص تقريبا ولا جوج كيسان، قل واحد شويه يعني واحد 2 معلقات ناقصين من الكاس الثاني، واللي باقي كنكملوه بالدقيق. هنايا عندي ديك 4 غرام ديال الخميره. الحلوه مخصناش تنفخ يعني باش تبقى شاده الفورمه ديالك كيف ما شفتوا في اول الفيديو. كيجي يعني الحلوه ديالنا كتجي داك الرشيمات كيجيو باينين فيها. صافي كندخل هاد النشا بحال هكا، وعاد كنبقى نزيد الدقيق. صافي هنايا النشا ديالي دخل مزيان في الخليط، نبقى نزيد الدقيق ديالي حتى تجمع العجينه معايا. كيف غادي تشوفوا يعني القوام ديالها ما كيجيش قاسح بزاف، كيجي رطب. بسم الله. الطحين ديالي ولا الدقيق عندي مغربل. صافي كنبقى نخدم بهاد السباتولا هكا، ومن بعد كنستعمل اليد ديالي باش كناخذ القياس ديال العجينه. والدقيق ضروري كنزيدوه غير شويه بشويه حتى كنشوفوا العجينه ديالنا. صافي هنايا غادي نستعمل اليد ديالي. صافي كنستعمل اليد ديالي وكنخلطها غير بالاصابع ديالي باش ما كتسلكش معايا العجينه. العجينه كتجي رطبه وكتجي على مايزينا اللي دايرين في العجينه، يعني فيها غير الزبده وديك الصفر بيضه وبيضه، يعني كتجي العجينه كتجي هشيشه بزاف. صافي كنزيد الدقيق شويه بشويه. صافي العجينه ديالي كيف كتلاحظوا كتجي على هذا الشكل هذا، العجينه كتجي رطبه كتجي في هذا القياس هذا. صافي دابا غادي نبدا نشكل العجينه ديالي. غادي تشوفوا معايا طريقه سهله ودغيا كتوجد معنا الحلوه ديالنا. وهنايا هذا هو المرشم باش غادي نخدم كيف ما شفتوا معايا. دابا هنا كندير شويه ديال الدقيق في المول ديالي ولا في المرشم بحال هكا، كندير فيه الطحين بحال هكا، وما
كنفضوش بزاف، غير كنسوسو شويه وكنخلي فيه كيف كتلاحظوا معايا هكا. وكنجيب طريف ديال العجينه صافي نحربلو بحال هكا. وكندير العجينه ديالي وكنلاقي وكنبرك عليها غير بشويه، كنبركش بزاف باش ما تلتصقش في المرشم. صافي كنعرضو بحال هكا. وهاد البليصه اللي كتلاقى ضروري كنسدوها مزيان. صافي بحال هكا. بلا ما تجينا العجينه على قد المول ديالنا كيف كتلاحظوا، ما كنعمروش حتى الفوق باش ما تجيناش الحلوه ديالنا كبيره. كنديرو غير شويه بلا هكا كما كيتعاود. صافي وكندوزو اليد ديالنا بحال هكا العجينه باش كتقاد. صافي وكنضربوها غير بشويه وكتهبط معنا، كتجي على هذا الشكل هذا. وخا فيها شويه ديال الدقيق، في التالي غادي نبقاو صافي نحيدو بحال هكا. وكندير في اللاطه ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نستمر هكا، نزيد معكم وحيده. وكان دائما كنديروا الدقيق في المرشم ديالنا باش ما كتلصقش معنا العجينه. صافي كندير العجينه ديالي وكنحربلها كيف كتلاحظوا، وكناخذ القياس غير في يدي. وهاد البليصه اللي كتكون هكا اللي كتلاقى ضروري كنقادوها، وكنعاودو غير بشويه باش ما كنبركوش بزاف، غير باش كتاخد ديك الرشيمات اللي كاينين في المول. صافي كنضربو ضربه وحده باش ما تجيش العجينه ديالنا باش ما كتلتصقش معنا، كتجي على هذا الشكل هذا. من غنسالي غادي ندير واحد البانسو، وكنبقى نحيد هذاك الدقيق اللي كيكون عندي في الحلوه ديالي، وكندخلها طيب. ونتلاقاو بعد ما نطيبوا الحلوه ديالنا ونشوفوا التزيين ديالها كيفاش غادي يجي. وهنايا كنكون خدمت الحلوه ديالي كامله كيف كتلاحظوا، كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله، الرشيمه كتجي باينه، وكتعطينا واحد الكميه اللي تبارك الله كثيره. دابا غادي ندوز شعل الفران باش يسخن، وغادي ندوز طيب الحلوه ديالي ونتلاقاو بعد ما طيب باش نزينوها ان شاء الله باذن الله. هذه هي الحلوه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا بعد ما كنخرجها من الفران. كيف كتلاحظوا كتجي في هذا اللوين هذا، ما كتجيش محمره بزاف، كتجي عطيه غير واحد اللوين اللي كيجي تقريبا مذهب. كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا، كيجيو ديك الرشيمات باينين، كتجي اكثر من رائعه. والمذاق ما نقول لكم شحال كتجي بنينه، والهشه غير كتقيس فيها كتذوب. غادي نلصقوها دابا بشويه ديال الكونفيتير وشويه ديال الكوك، غادي نديروها غير مع الطرف بحال يعني غير مع الطريفات، ما غاديش نكثروا فيها يعني ما فيها لا فينيسيو بزاف لا والو، كتجي ساهله ماهله. بسم الله على بركه الله. صافي كنديروا شويه ديال المربى كيف غتلاحظوا معايا، كندير بحال هكا وكنخلي كندير شويه بالزيت باش كيخرج لي مع الطريفات ديال الحلوه، باش كيجي غير داك شويه اللي كيخرج هو اللي كندوزو فيه الكوك ولا الكاوكا ولا الجنجه، داكشي اللي بغيتو يعني تزينوا به الحلوه ديالكم كتزينوها. انا درتي شويه ديال الكوك يعني ما كيجيش بزاف، كيجي غير شويه مع الطريفات كيف غادي تشوفوا معايا. صافي كندير الحبه فوق الحبه اللي درت فيها المربى، وكنبرك هكا شويه، وداكشي اللي كيخرج مع الطريفات هكا هو اللي كندوزو في الكوك غير شويه، يعني الفينيسيو ديالها ساهل ما فيهاش الخدمه. صافي كيجي غير بحال هذا الشكل هذا، كيجي مع الطريفات هكا بركات، ما كنزيدو ما والو. غادي نستمر هكا حتى نكمل الحبات اللي عندي كاملين ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي. هنا كنكون زينت الحلوه ديالي كامله كيف كتلاحظوا، كنزينوها غير مع الطريفات بحال اللي كتلاحظوا معايا، يعني الكوك ما كيجيش طالع بزاف، كيجي مقاد في الطريفات، وكتجي الفينيسي ديالها كيجي خفيف، ويعني كتغيا كتخدم ما كنكثروش. واحد البلعه ديال التماره كيف كتلاحظوا معايا كتجي اكثر من رائعه،
ما نقول لكمش المذاق ديالها شحال كيجي بنين، وديك النشا يعطي واحد الهشه للحلوه ديالنا. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال تخليو لي لايك واشتركوا مع العائله والاصدقاء. شكرا بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده، مع السلامه.